النهارده هنتكلم عن آخر تحديثات في سوق الكريبتو. ايه اللي بيحصل دلوقتي واحنا رايحين فين؟ هل اللي حصل في سوق الكريبتو دلوقتي طبيعي ولا احنا قدام مرحلة جديدة بالكامل؟ تذبذب، اخبار، سيولة بتتحرك، وفي ناس بتكسب بهدوء وناس بتخرج بخسارة. في الفيديو ده هفهمك ايه اللي بيحصل فعليا في السوق من غير تهويل ومن غير اي وعود. خليك معايا للاخر. خلينا نتكلم بصراحة، السوق حاليا في مرحلة حساسة، تذبذب عالي وحركات سريعة، والقرارات الغلط بتتحاسب فورا. اللي شايفه دلوقتي مش سوق صعود صافي ولا هبوط صريح، ده سوق إعادة تموضع. الكبار بيرتبوا والصغار متلخبطين، وده أخطر نوع أسواق، لكن أكترهم فرص للي فاهم. خلينا نتكلم عن تحديث البيتكوين. البيتكوين حاليا هو المؤشر الأول لكل سوق. اللي بيحصل فيه حركة عرضية مع اختراقات كاذبة، سيولة بتتسحب من فوق ومن تحت، اختبار واضح لصبر المتداولين. الرسالة هنا واضحة، البيتكوين بيجمع أو بيوزع، مش بيتحرك عشوائي، وأي حركة قوية جاية هتكون بعد ما يزهق أغلب الناس. خلينا نتكلم دلوقتي على تحديث الإيثيريوم. الإيثيريوم وضعه مختلف شوية، فيه اهتمام واضح وفيه تحركات أهدى من البيتكوين، وده دايما معناه حاجة من اتنين: يا إما استعداد الحركة متأخرة، أو يا إما امتصاص سيولة قبل الانطلاق. الإيثيريوم تاريخيا لم يهدي زيادة، بيفاجئ السوق، بس الدخول العشوائي هنا بيكون خطر جدا. ودلوقتي هنتكلم عن وضع العملات البديلة اللي هي الالت كوينز. العملات البديلة حاليا في مرحلة فلترة عنيفة، عملات بتطلع بدون سبب، عملات قوية مش بتتحرك، وعملات بتنهار فجأة، وده طبيعي جدا في المرحلة دي. السوق بيقولك مش كل مشروع هيكمل، ومش كل عملة ينفع تتشال. التركيز دلوقتي على السيولة، حجم التداول، ورد الفعل، مش الخبر. خلينا نتكلم واقول لك الحقيقة، السوق مش بيتحرك على الخبر، السوق بيتحرك على تفسير الخبر. في اخبار ايجابية والسعر ينزل، في اخبار سلبية والسعر يطلع. ليه؟ لان الكبار داخلين قبل الخبر وبيخرجوا وقت الاعلان، عشان كده اللي بيتداول خبر غالبا بيدخل متأخر. طيب خلينا نتكلم عن السؤال المهم، انت تعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ مفروض رقم واحد بقلل المخاطرة، بتدخل بأحجام صغيرة، بلتزم بالستوب وما طردش السعر، واحيانا افضل قرار انك ما تدخلش. السوق دايما بيدي فرص، بس الحساب مش دايما يستحمل غلط. الخلاصة، احنا مش في سوق سهل، بس احنا في سوق واضح. اللي فاهم هيشوف الفرص، واللي مستعجل هيدفع تمن الدرس. ولو حابب تتابع تحليل هادي من غير تهويل ومن غير توصيات وهمية، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. والفيديو اللي جاي هيكون فيه أهم السيناريوهات القادمة للسوق.